السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا يا بنات عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدًا، جدًا يا بنات من آخر فيديو، زي ما أنتم شايفين كده النهارده هنعمل مع بعض السمك المقلي، وكمان السمك الدمعة بطريقة بسيطة جدًا، جدًا وسهلة جدًا، تغيير كده يا بنات علشان لو أنتِ حابة تغيّري وتنوّعي في الأكل بتاعِك، وكمان قُلت أعمله معاكم لإن المرّة اللي فاتت عملت معاكم سمك الصيادية، النهارده هاعمل معاكم كمان السمك اللي هو في الصلصة أو اللي هو في الدمعة، في ناس بتسميها دمعة وفي ناس بتسميها صلصة، وفي ناس بتسميها طماطم، المسمى بقى اللي أنتم تسموه يا بنات. الطريقة بسيطة جدًا، جدًا وسهلة ومش بتاخد أي وقت خالص. أنا أول حاجة طبعًا عملتها إن أنا نضّفت السمك معاكم زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا الفيديو المرّة اللي فاتت لمّا جيت أنضّف السمك، للأسف اعتقدت إن أنا باصوّر ولكن ما جاش أي حاجة في تنضيف السمك، فقُلت المرّة دي كده هانضّف معاكم السمك. ده يا بنات كيلو ونُص من السمك، تمام. أول حاجة كده ابتديت إن أنا قطّعت إيه، قطّعت إيه، قصقصت كده اسمها يا بنات إيه، الزعانف بتاعته تقريبًا هي اسمها كده، مش عارفة اسمها أو الجناحات، جناحات إيه، هو حمام. المهم يا بنات أنا قصقصته كده وخلّصت القصقصة بتاعته، وبعد كده فتحت بطنه يعني، طلّعت الحاجات اللي موجودة في بطنه وكده. وبعد كده آخر حاجة فتحت الكيس كده زي ما أنتم ما شايفين. بدأت إن أنا أعمل عليه القشور بتاعة السمك دي من برّه بالسكينة كده، علشان ما فيش حاجة يعني الحوض ما يتبهدلش منّي وكده، فأنتِ اعمليها على كيس، في الآخر خالص هتقومي لامة الكيس بتاعِك كده ورمياه على طول. بطريقة بسيطة جدًا، جدًا وسهلة ما فيش فيها أي مشكلة خالص. أهم حاجة يا بنات في تنضيف السمك إيدِك تبقى سريعة كده وأنتِ بتنضفي السمك علشان السمك ما يسخنش منِّك، واللحم بتاعه يا بنات يعني يتهرى منِّك كده أو يطرى منِّك، وكمان عشان ما يتزفرش معاكِ، يعني أنتِ تنضفي السمك بسرعة علشان السمك ما يبقاش ريحته زفرة يعني، فاهميني يا بنات أنا قصدي إيه؟ يا ريت أكون قادرة أوضح لكم أنا عايزة أقول لكم إيه، يعني خلّي إيدِك سريعة كده وأنتِ بتنضفي السمك علشان ما يبقاش ليه ريحة زفارة يعني. تمام. هنا طبعًا بتقعدي تعيدي على السمك بتاعِك كذا مرّة، وبتنضّفي فيه كذا مرّة، وبتشيلي طبعًا أي حاجة فيه مش نضيفة من جوّه بتبتدي إن أنتِ تشيليها كده. وكمان اللي هو اللي هو آآ اسمه السلسلة بتاعة السمك دي يا بنات من جوّه خلي بالكم عشان بيبقى فيها دم، اضغطي بضفرِك كده لفوق وهتطلّعي منها الدم اللي موجود فيها، تمام. بس يا بنات هو ده كده تنضيف السمك بطريقة بسيطة جدًا، جدًا وسهلة. بتقعدي بقى تشطفيه كذا مرّة كده لحد ما تلاقيه خلاص بقى نضيف معاكِ وبقى زي الفل. هتجيبي معاكِ بقى معلقة من الملح كبيرة كده وهتحطيها في المَيّة بتاعتِك، هتعملي له محلول يعني ملح وليمون، بس يا بنات هو ده السمك بيتحط في ملح وليمون بس، وبتحطيه على جنب بقى كده إيه 10 دقايق كده لحد مثلًا ما تعملي إيه التوم يعني التوم بتاع السمك وكده، وبعد كده ترجعي بقى إيه تصفّيه كده من المَيّة بتاعته وتبتدي أنتِ بعد كده تشتغلي فيه. هنا كنت باوريكم بقى زي الفل إزاي من جوّه. ما تنسوش طبعًا يا بنات أنتم بعد ما تخلّصوا على طول السمك لازم تغسلوا بقى الحوض علشان أنتم عارفين طبعًا السمك وريحة الزفارة وكده. أنا هنا بس كنت باحط خلاص الملح أهو، كنت خلاص غسلته كده كذا مرّة كده، ونضّفته كويس جدًا، جدًا وما فيش فيه أي حاجة خلاص. طبعًا الملح يا بنات بينزّل أي دم موجود فيه لسه، الملح طبعًا بينزّل دم على طول. هنا بقى ابتديت كل حاجة بقى اشتغلت فيها بابتدي إن أنا أغسلها كويس جدًا، جدًا علشان طبعًا أنتم عارفين لو أي حاجة اتسابت مكان سمك وكده بيبقى ريحة المكان مش لطيفة يعني، تمام. وبعد كده باجيب بقى الإسفنجة بتاعتي اللي أنا غسلت بيها كده الحاجات اللي موجودة عندي على الحوض، الحاجات اللي أنا استخدمتها في السمك يعني، وبابتدي طبعًا إن أنا أغسل الحوض كلّه وكل مكان أنا استخدمته أو إيدي إجت عليه. كل حاجة يا بنات حتى السيراميك اللي هو ورا الحنفية بتاعة الحوض دي، الخلاط بتاع الحوض، طبعًا غسلت السيراميك ده كلّه. باحط طبعًا خَل علشان الخَل أنتم عارفين إن الخَل بيضيّع أي ريحة زفارة وكده، فالخَل طبعًا مطهّر وكمان بيضيّع أي ريحة زفارة، تمام. خلاص خلّصت بقى السمك كده وسِبته إيه على جنب. بدأت بقى إن أنا أشتغل في الحاجات اللي أنا هاشتغل عليها على البوتاجاز. أول حاجة كده عملت معاكم الرز أهو زي ما أنتم شايفين، رز بالشعرية كده. حمّرت الشعرية طبعًا أنتم عارفين أنتم كلّكم شطّار والله وبتعرفوا تعملوا الرز. بس أنا باجيب لِك الأكلة كده من أولها لحد ما تنتهي معاكِ علشان تقومي تتشجّعي كده. وكمان البنوتات اللي لسه متجوّزة جديد وما بتعرفش إن هي تطبخ ولسه بتتعلّم يعني، طبعًا إحنا كُلّنا بنتعلّم من بعض وكُلّنا طبعًا مرّت علينا المرحلة دي، وكُنّا واقفين كده مش عارفين أي حاجة ومش هنعرفش الأكل ده بيتطبخ إزاي أو بيتعمل فيه إيه.
بس الحمد لله الأكبر اللي هم الأكبر مننا علّمونا كل حاجة تمام، فإحنا كده بنعلّم بعضنا كده، وطبعًا يعني مش غلط إن إحنا نتعلّم من بعض، فالبنوتات اللي لسه متجوّزة جديد كده وما بتعرفش لسه تطبخ الرز بقى وما بتعرفش تطبخ حاجات كتير في البيت، فهي تتفرّج كده عليَّ لو هتستفاد بأي حاجة بسيطة وتتعلّم أي حاجة بسيطة كده إن شاء الله، وتاخد منّي أي طريقة إن شاء الله تنفّذها وتطلع معاها حلوة، تمام يا بنات؟ هو ده غرضي من إن أنا أصوّر لكم كل حاجة بالتفصيل. أنا عارفة إن في ناس كتير بتعمل الرز، طبعًا كلنا أغلبنا يعني بيعرفوا يعملوا الرز طبعًا أكيد، وعارفة إن أنتم بتعرفوا تعملوا السمك اللي هو بالصلصة، وعارفة إن أنتم تعرفوا تعملوا السمك الصيادية، بس أنا باعمل لكم الحاجة باشجّعكم كمان عشان نِفسكم تتفتح وتعملوا الأكلة، لإن في ناس كتير أنا عن نَفسي لمّا باشوف حاجة بتطبخ قدّامي أو باشم ريحتها أو بتطبخ قدّامي أو أيًا يكن باتفرّج مثلًا على فيديو أو أي حاجة، وباشوف مثلًا أكلة بابقى عارفاها وبابقى عارفة هي بتطبخ إزاي وكل حاجة، بس لمّا باشوفها كده نِفسي بتتفتح إن أنا يعني أعملها وآكلها تمام، فأنا بيبقى ده الغرض من الفيديو بتاعي. خلاص يا بنات هنا كنت خلاص عملت الطماطم بتاعتي طبعًا قطّعت بصلة كبيرة مع قرنين فلافلة، وخلّيت البصل بتاعي يتحمّر كده تحميرة خفيفة، وبعد كده نزلت بعصير الطماطم، حطيت ملح وفلفل وكمون وبابريكا، بس كده يا بنات، وابتديت إن أنا أسيبهم بقى على النار تتسبك كده مع نفسها، ورجعت للسمك بتاعي نزّلت المَيّة اللي عليه، وبعدين ابتديت إن أنا أقطّعه كده بتفتحيه كده من برّه علشان تدخّلي فيه التتبيلة، عايزة تعمليه بالطول أنا عملته يعني بطريقتين، عايزة تعمليه في الطول براحتك، عايزة تعمليه يعني إيه، في يعني بيكون بالجنب كده براحتك برضه تمام، بعد كده بقى قشرت معايا التوم راس توم كده حلوة محترمة، وبعد كده عملت عليها نُص قرن من الفلفل، وابتديت بقى إن أنا إيه، أدوقهم كده كويس جدًا، 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 وبعد كده هابتدي بقى إن أنا إيه، أتبِّل معايا السمك تمام يا بنات، خلاص كده هي الطريقة بسيطة وسهلة جدًا، جدًا ما فيش فيها أي مشكلة، هنا باتبِّل السمك أهو، بادخّل التتبيلة في اللحم من جوّه، كمان من برّه كده باتبِّل السمك معايا كويس جدًا. في الوقت ده يا بنات بقى الكهربا قطعت زي ما أنتم ما شايفين كده، طبعًا الكهربا عندي بتقطع كل يوم وأكيد أنتم عندكم الكهربا بتقطع كل يوم، فأنا قُلت يعني إن أنا لازم أكمّل معاكم الأكلة، فيعني حاولت كده على قد ما أقدر أورّيكم أنا وصلت لحد فين. هنا كنت خلاص قليت 3 سمكات، القلي يا بنات بيبقى يعني مش بتقليها القلي الكامل تمام، أنتِ بتقليها نُص تقلية كده وبعدين بتحطيها في الصلصة، هي بتاخد أساسًا إيه، بتاخد من طعم الصلصة وكده فيها أول علشان السمكة تبقى يعني الفص بتاعها ناشف معاكِ وأنتِ بتاكليها، ما تبقاش طرية كده. بارُش عليها رشة كزبرة كده، طبعًا كنت قليت السمك اللي أنا هاقدّمه مقلي يعني، وبارُش عليها رشة كزبرة بتخلّي الطعم بتاعها تحفة يا بنات، يعني رُشّي عليها رشة كزبرة كده قبل ما بتدخّليها الفرن، بس ودخّلتها بقى الفرن على شواية، فتحت عليها الشواية واتحمّر معايا، وكنت عملت هنا معاكم سلطة وكمان ده الزيتون يا بنات اللي أنا كنت ملّحته، بس يا بنات وحطيت بقى الأكل على الطبلية، كان لسه يا بنات لحد دلوقتي النور لسه ما جاش، معلش بقى لو الإضاءة مش حلوة وكده. بس حاولت على قد ما أقدر كده إن أنا أصور لكم الأكل بعد ما خلص، ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه تحفة يا بنات، بس يا بنات هو ده كان الفيديو، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.